يوشك المخزون البترولي على النفاذ في المغرب مع ظهور حالات انقطاع المحروقات في محطات الوقود بعد أن بلغ المخزون نسبة لا تضمن سوى 18 يوما من التموين. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية من قبل عضو البرلمان المغربي فاطمة تامي حول وضعية المخزون البترولي ومدى الاستجابة لتوفير المخزون القانوني الكافي للاستهلاك المقدر ب60 يوما، فضح رد الحكومة تراجع المخزون إلى مستويات الدنيا بلغت 617 ألف طن والتي لا تضمن سوى 18 يوما من التموين. دابا ليسونس من هنا لقدام غادي يزيد في الزياده مع حساب الحرب وداك الشيء اللي زايد في الشرق الاوسط. واش لقيتي شي مشكل في المازوت؟ هذا الصباح اكتشفت انه ما كاينش المازوت، يعني ما كانش في بالي، ولكن ايفيكتيفمون ما كاينش في هذه لاستاسيون اللي انا جيت لها دابا. ودابا شنو غدير؟ قالوا لي انه كاينه في واحد لاستاسيون في عبد المؤمن، غادي نمشي نضرب دوره تمايا، مي ايفيكتيفمون تفاجات هذا الصباح بهذا المشكل هذا. انا عندي موطور جيت لهم باش ندير الغازوال وما لقيتش، ما عندهمش. وشنو غدير دابا؟ غندور نشوف لا لقيت في شي بلاصه اخرى. وقت سقسي الخبار؟ دابا ما كانش خباري انه ما كاينش. الخبر انه المازوت ناقص وجيتوا ديروه؟ سمعنا هذا المشكل هذا، ولكن احنا ما عندناش فهمتي ما عارفينش واش زعما هذا الاخبار واش صحيحه ولا ما صحيحاش، ولكن احنا جينا نديروا المازوت وصافي. فهمتي؟ لقيتي المازوت اليوم؟ كاين لقيته في اللي ما قاش في السماء ما قالوش، ولكن انا لقيته في الدرب، عندنا في الدرب غنلف. هذه كاين اي بلاصه كنديروا تمشي بلاصه اخرى ما تلقايش الليسانس وكتلقاي في بلاصه اخرى. هذه لقيت فيها، ولكن ستاسيون اخرين ما لقيتش فيهم. هذا هو اللي كاين دابا. يعني لقيتي مشكل الصباح؟ كان مشكل ديال الليسانس ما كاينش. دابا الحمد لله تحل. لا كاين، لقينا في هذه بعدا كاين شي ستاسيون ما فيهمش، دابا طرقنا لهم قال لك ما بقاش. كان قال لك غادي ما يكونش في العشيه ولا هذا هادشي اللي سمعنا هنا. درتي البلان؟ لا زعما المازوت اللي درتي كافي؟ كافيني دابا ديال هذا النهار. الشيء اللي واقع دابا في ايران ممكن ياثر؟ بطبيعه الحال احنا من عندنا تنصاوبوا هنا، حنا تنجيبوها من عندهم، حنا راه مستهلكين.